أخرج الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدلت معه بإداوة، فقضى حاجته ثم جاء فسكبت عليه منها، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. والله استحى النصارى الله، أنا ما رأيت نصارى يطعنون بعائشة والله، ولا سمعت هذا إلا من هؤلاء. أقول اسمحوا لي أن أقول فجار دفاع عن أمي. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد، وهم من عوالي المدينة، فكنت أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك يا ابن الخطاب؟ وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجعنه ويهجرنه اليوم حتى الليل. قال: فقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ لقد خابت وخسرت. قال: ثم جمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فقلت: أي بنية، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقال لها: أو أمنت أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ والله استحى النصارى الله، أنا ما رأيت نصارى يطعنون بعائشة والله، ولا سمعت هذا إلا من هؤلاء. أقول اسمحوا لي أن أقول فجار دفاع عن أمي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا من شدة موجدته عليهن، فلما انقضت 29 دخل على عائشة فقالت له: يا رسول الله، قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقد دخلت علينا من 29 أعدها عدا. فقال لها: الشهر 29، فكان ذلك الشهر 29. التفتوا لي جيدا، هذا كتاب التفسير للصف الثالث المتوسط. التفتوا جيدا، المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، التطوير التربوي، سنة 1427 26 و27 للهجرة. انظروا في ذيل هذه الآية المباركة ماذا يقولون: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، تقول: وإذ أسر النبي إلى زوجته حفصة فلما أخبرت به عائشة. ثم يأتي إلى الفوائد والاستنباطات. أيها الأعزة التفتوا، يقول: من استكتم سرا، يعني من؟ أزواج النبي استكتمهن سرا. من استكتم سرا فإنه لا يجوز له أن يفشيه، ففي ذلك خيانة لصاحب السر. إذا ماذا يعلمون أطفالهم؟ يعلمون أطفالهم أن أول من خان
سر رسول الله هم من؟ هم أزواج زوجته. نعم. هم عائشة وحفصة. هذه هي التربية التي يعلمون بها أطفالهم. واقعا الطفل في هذا العمر أساسا لا بد أن يقال له مثل هذه الحقائق. ثم التفتوا جيدا. ثم إذا صدر كلام، أنا لا أؤيد، أنتم تعرفون منهجي في هذا واضح وتكلمت فيه بشكل تفصيلي. ثم في المقابل يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا تكلم الإنسان شيئا من هنا وهناك أنه خرجت على إمام زمانها. هؤلاء يهينون أزواج النبي، هؤلاء عندهم عداوة مع أزواج النبي. نحن الآن توجد عندنا عداوة وحقد لأزواج النبي، أو هذا الذي تعلمونه لأطفالكم؟ ولذا دعوتي من هنا، واقعا دعوتي من هنا للملايين المسلمين الذين يعيشون، وبعد ذلك أستمع إلى المداخلات، لملايين المسلمين يعيشون في المملكة أنه يلتفتوا أنهم ماذا يعلمون وماذا يربون أطفالهم في المدارس. يعلمونهم أن أم المؤمنين عائشة وحفصة خانتا سر رسول الله، لم يحفظا الأمانة. طيب الأخت فاطمة من السعودية، تفضلي. تفضلي أخت فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. طيب الله أنفاسكم. حياكم الله. ما هو تفسير هذه الآية عند الإمامية؟ ما المقصود بالخيانة في الآية؟ نعم. إذا كانت الخيانة إفشاء السر، ما المانع أن تدرس في المناهج السعودية؟ جيد جدا. يعني أنتم تعتقدون، إذا تقبلون بأن أم المؤمنين عائشة خانت الأمانة لرسول الله، تقبلين هذه أختي؟ نعم أقبلها. جيد جدا. إذا نحن إذا جئنا وقلنا أن أم المؤمنين عائشة ليست هي مشمولة لآية التطهير، لأنه إذا كانت مطهرة لا ترتكب خيانة. هذا اللي يريد أن يصل إليه. أنا ما قلت شيء آخر، أنا قلت أن القرآن الكريم أثبت أن أم المؤمنين عائشة وحفصة ارتكبتا خيانة بإفشاء السر. إذا لا يمكن أن يكون تدرس في المناهج السعودية. ما هو المانع؟ الجواب باعتبار أنه الطفل في هذا العمر، أنا أريد أن أقول أنتم تقولون في نساء النبي أنه ارتكبن خيانة، لماذا تحاولون أن تتهموا شيعة أهل البيت بهذا الكلام الذي ملأتم الفضائيات، فضائيات الفتنة والفرقة والكراهية؟ أنتم في كتبكم تقولون هذا المعنى. شكرا. حياكم الله. نعم إذن هي مصيبة الأخت الكريمة تقول لماذا يلومنا سماحة السيد؟ لا أقول ألوم، أنا أريد أقول بأنه لماذا إذا أنتم أقمتم الدنيا ولم تقعدوها في قنوات الفتنة عندكم، أن الشيعة هكذا يفعلون بنساء النبي، أنتم من تفعلون ذلك. أقمتم الدنيا ولم تقعدوها في قنوات الفتنة عندكم، أن الشيعة هكذا يفعلون بنساء النبي، أنتم من تفعلون ذلك. أقمتم الدنيا ولم تقعدوها في قنوات الفتنة عندكم، أن الشيعة هكذا يفعلون بنساء النبي، أنتم من تفعلون ذلك.